السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واهم حاجة ما تنسوش صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل شوية رز بلبن عشان ناكلهم لبتوع العزومة اللي احنا كنا بنتكلم فيها بقالنا يومين فاتوا فيديوهين. احنا بقى ناكل، يا ترى يعني هناكل من غير ما نعمل حلو؟ لا، لازم نعمل شويه رز بلبن في جنب كده. المهم جبت كوبايتين رز اهمت مغسولين عشان ما تتوش مني الاول، بعد كده احكي لكم الحدوته. جبت اهمت كوبايتين رز، غسلتهم. ما هي بملو الكوبايه دي كده، واروح حاطه عليهم كوبايه ميه، واروح شايله ده كله حطاه على البوتاجاز. الرز يغليش لحد ما الرز يشرب الميه دي، يسلق بس نص سلقة كده. خلاص خلاص. ومعايا دول اللي هناك دول 3 كيلو لبن. الرز اهو شرب المية، شفتوا؟ غمض فتح عينك، الرز خلاص كده في ثانية في ثانية. لا سحر ولا شعوذة، لا تقولولي ازاي ولا مش ازاي، هو كده اهو على طول. المهم بقى ايه؟ عشان ما تتوش مني، كوبايتين الرز حطينا عليهم كوباية مية وديناهم على البوتاجاز يتسلقوا لحد ما الرز شرب المية. واللبن اللي هناك دوت 3 كيلو لبن، حطيت عليهم الرز. انا مش بحب الرز كتير قوي في الرز بلبن، يعني بحب اكل يعني وانا باخد كده المعلقه، يعني اللي يطلع اكتر اللبن من الرز. في ناس لا، يعني يحب الرز اكتر، ولا دي ذوقيات في الاول وفي الاخر. ماما حطيت الرز اهوت، عايزه تحط الغطا على كده تسيبيه قيمه ساعه، ماشي عادي. دي بقى السكر، كوبايه سكر، والسكر برضه حسب ما انت عايزه. اللهم صل على النبي. وديت يا ستي بتاع دوت 3 معالق كريمة، كريمة خام مسكرة برضو. انا عاملة حسابها وانا بحطه وبحط السكر. انت تدوق كده بطرف ايدك، تاخدي كده شوية لبن كده وتدوق سكرك. يعني اللي ما بيعرفش يعني يدوق يجرب الحاجة ازاي. انا كنت خايبة كده برضو في الاول، عادي يعني. عادي يا جماعة، واحدة واحدة برضو نعرف نفسنا، ويموت المعلم وهو بيتعلم. أه. اقلب بقى كده، وبعد كده اللي هناك ده خلص، اللي في الطبق اللي هناك ده نشا، واللي في الكوبايه شويه لبن عشان اقلب في النشا. هنا بقلب بس على البارد عشان الكريمه ما تكلكعش. ودي النشا اهيت، دوبتها في شويه لبن، واحط كل ده على بعضه، اروح واخداه ورايحه فين؟ على البوتاجاز. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده الفيديو وصف نفسه يعني. تعالوا بقى اما اقول لكم اللي عملته. رز بلبن دوت عملته قبل العزومة بيوم في الروقان كده، وركنته وحطيته في التلاجة. حلو حلو. ليه بقى؟ عشان يبقى ساقع كده وجميل بعد المحشي اللي كان نادي يرطب على القلب. وعملنا شاي وعملنا عصير وعملنا قهوة للي بيحب القهوة، وعملنا وكنا جايبين حلويات، يعني ظبطنا الدنيا يا جماعة. آه. بألف هنا للي كال يا رب. وربنا يخلي الحاج صاحب البيت ويعيش ويعمل ويجامل، واحنا ننفذ اللي هو عايزه. المهم ايه بقى؟ زي ما قلت لكم كل دوت اهوت خلاص كده، يعتبر رز بلبن خلص كده انا بحط كله كده على البارد، واروح رايحه بقى على البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين. مالكوش دعوه بالهصل اللي على الحوض بقى، انا بقول لكم الكلام ده قبل العزومه بيوم، كان في ترتيبات تانية. آه. هنا هوت بقى، دي الحلة اللي كنت مصورها معاكم قبل كده. والله حلوة، حلل ديت احسن من اللي جايه من السعودية، تصدقوا؟ حباها كده داخلة قلبي في قلبي، محترمة كده، ولا عشان من بلدنا، صنع بلدنا. ما علينا يعني. المهم هم عاجبني، حاساها حلة كده بنت ناس، هتعمر والله هتعمر معانا. التانيين دول حاساهم فافي خفاف كده، بس هم شغالين يعني. هنقول لا يعني؟ كتر خير الراجل اللي شال وجاب يا جماعة، نكبر خاطره. اي نعم نكبر خاطره عشان نجيب تاني وهو جاي. هنضحك عليه نقول له كتر خيرك عبر الفضائيات. المهم بقى هنا ايه؟ تدنك تقلبي تقلبي عشان الحاجة ما تكلكش ولا الرز يلزق.
هل يلزق فين في الحلة ام شيء وشويات دي. المهم برضو نقعد نقلب كده، توجعي في دراعاتك وتقلبي 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 رايحة جاي، كأنك بتعومي في بحر الظلمات. المهم اضحكوا يا جماعة، محدش واخد منها حاجة. المهم ايه، نقلب كده لحد ما الدنيا تستوي معاكم كده. انتوا شايفين اهو رز بلبن، انتوا شاطرين مش محتاج يعني. هنا بوريكم اهوت انه خلاص. شوفوا انا بحب اللبن يبقى اكتر من الرز. هغرب بقى الاطباق بتاعتي كده، ورحت حطاهم على الصينيه محترمه بنت حلال كده لحد ما برد، ورحت مدخلاه الفرن. دخلته التلاجة. اه. وهنا بقى الاصدقاء والاحباب واحباب الله الا نزوق، قلت لهم اتكلوا على الله، محدش هياكل غريب يا حبايبي، ده اهلكم، عمكم وعمامكم، خشوا يلا. جابوا بقى طبق شوية جوز هند وشوية الزبيب، وقعدوا بقى كده، واللي يحط حبة من هنا واللي يحط حبة من هنا. قلتوا بتوكلوا على الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو حابين القناة يعني، وحابين انني ادردش معاكم كل يوم، يبقى تفعلوا زر الجرس وتتقوا لايك. لايك يا جماعة. المهم هو تحط بقى الاطباق دي، عملوا معايا كمية محترمة صراحة. كان في طبقين كده لهم غطا، مش عارفة راحوا فين صراحة، عشان كنت بعتهم لحماية زي ما انا كنت قايلكوا في الفيديوهات اللي فاتت. مش عارفة راحوا فين، او انا عملتهم في الاخر مش عارفة. تعيشي وتعملي يا سمك، ربنا يديك الصحة يا سمك. محدش يستخسر صحته يا جماعة في حاجة، وفي نفس الوقت ما تجيش على نفسك. يعني قادرة تعملي اعملي، واعملي بخير، واعملي بضمير، واعملي بذمة ما انتش قادرة خلاص، مانيش قادرة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني نقول الحمد لله على نعمة الصحة، وبرضه ما نهدرش صحتنا، يبقى لنا عقل كده ولنا راسنا يعني ايه. ربنا ادانا صحة ما نفرطش فيه. انت تعبانة خلاص، جسمك طلع بيقولك انا تعبان، انا هلكان، ما تعمليش. حاسة ان انت كويسة، ان مش قادرة، ما قدرتيش تعمليه، اعمليه. الحمد لله. لكن اجي على نفسي بزيادة، مش مش هتلاقي نفسي. انا بقولكوا اهو الحمد لله، شوفوا ما لزقش ولا اي حاجة، وخلصوا على كده. وجبت بقى الصينية دي كلها عشان احطهم تحت المروحة بس شوية يبردوا، لان كنت زي ما قلت لكم المطبخ بعمل في حاجات تانية وكان سخن. انا بقولكوا لو عايزين وش مكشكش غطوه بحاجة، بس انا طبعا ما عنديش حاجة تغطي الصينية دي كلها، فقلت مش مشكلة يكشكش بقى، ما يكشكش المرة دي. هنا بقى العيال زي ما قلت لكم هم تزوقوه، وهاخده احطه في التلاجة ويبرد ويسقع براحته، عشان ايه بعد العزومة ان شاء الله كانوا الجماعة ياكلوا منه. مع السلامة، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.